حكاية فيلمنا بتبدأ في حفلة على سفينة ضخمة. كل الركاب مبسوطين ما عدا بنت اسمها كاتي، قاعدة لوحدها لحد ما بيجي واحد من طاقم السفينة وبيساعدها على حل لعبة الكلمات بتاعتها. بعد كده كل الركاب بتتجمع عشان ترقص في الحفلة. القبطان بيطلب من كاتي إنها ترقص معاه. فجأة بنشوف حد بيشغل آلة غريبة، يخرج منها سلك حاد بيموت جميع الركاب وبيقسمهم نصين. بتشوف كاتي الناس كلها وهي بتموت قدامها، حتى القبطان اللي السلك قسم راسه النصين، وتصرخ من المنظر. وبعدها بنروح لوقتنا الحالي مع فريق إنقاذ بحري بيحاول ينقذ السفن الغرقانة. وبنشوف قائدهم ميرف وهو بيطلب من فريقه إنهم يسيبوا السفينة الغرقانة اللي بيجرها وراهم عشان وزنها زايد والمية دخلت جواها، ولو غرقت هتغرقهم معاها. لكن واحدة من الفريق اسمها أبس ترفض إنها تسيبها وبتقوله إن إحنا تعبنا بقالنا 3 شهور عشان نلاقيها، وبتنزل في السفينة غرقانة وبتلاقي إن فيها شرخ بيدخل منه المية وبتقرر إنها